لظروف شخصيه انا ما عرفتش اتفرج على ماتش الاهلي وفاركو، بس لما اتفرجت حمدت ربنا ان انا ما اتفرجتش على الماتش ده لايف، عشان حرفيا المستوى اللي وصل له الاهلي سواء دفاعيا او هجوميا او حتى على مستوى نص الملعب يخرج الواحد من المله. احنا عندنا في الدفاع، خط الدفاع في شوارع شوارع، سواء ورا هاني او حتى سوء رقابه من ياسر ابراهيم، تمركزات غلط، واحد على واحد بيتعدى منك عادي جدا، نص الملعب بيتعمل عليك مثلثات ومربعات على كيفك، حاجه في منتهى القرف ما شاء الله. على الجانب الاخر انا مش قادر افهم اداره النادي الاهلي عايزه ايه او مستنيه ايه، وعلى ما اعتقد ان في فريق سكاوتنج اللي هم بيختاروا اللعيبه للمدرب وبيعرضوه عليه علشان المدرب يوافق ويقول اه او لا. احنا بس عمالين نسمع ان في لعيب فلاني الاهلي بيتفاوض معاه بيلعب في النادي الفلاني واتعرض مش عارف الرقم الفلاني، وفي الاخر بلح. طب هل انت نادي فقير؟ الاجابه لا. طب يا معلم النهارده 24 في الشهر، الميركاتو خلاص فاضل له كام يوم ويقفل، ناوي تجيب لعيبه ولا ناوي تكمل بالفرقه اللي موجوده دلوقتي دي لحد نهايه الموسم؟ ما هو لو انت بتفكر انك ترجع الاعارات اللي هم من الناشئين بتوعك وتكمل بالمنظر ده لحد نهايه الموسم تبقى بتحلم، لان الموسم ده هيبقى بدل ما كان هيبقى موسم تاريخي في تاريخ النادي الاهلي، هو نفسه اللي هيبقى وصمه عار في تاريخ النادي الاهلي. انت لحد دلوقتي ماشي فوق ال 13 لاعب، وبالمستوى ده انت لو لعبت بيراميدز في الدوري هتقطعك.